بعد ما بعتها هارون الرشيد لملك فرنسا انبهروا بيها واعتقدوا ان شيطان هو اللي بيشغلها وبيحركها بالدقة دي. طب دي ايه؟ دي ساعة هارون الرشيد واللي ارسلها لملك فرنسا شارليمان، واللي اتكلم عليها عصام الشوالي. واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. وقصة الساعة دي يا سيدي، هارون الرشيد كان خليفة المسلمين في عهد الدولة العباسية واللي كانت مزدهرة بشكل كبير في الوقت ده، وهارون الرشيد كان مهتم بالعلم والعلماء. أما شارليمان ده ملك الفرنجة اللي هي فرنسا حاليا، والراجل ده كان عنده مشاكل مع بعض جيرانه في أوروبا، فحب يتقرب شوية من هارون الرشيد اللي هو صاحب الخلافة القوية، وكمان عشان يستفيد من العلم الموجود عند المسلمين وعند العرب، فكان بيبعت ناس او طلبه لبغداد عشان يتعلموا كل حاجه وبعدها يرجعوا. المهم هم راجعين هارون الرشيد بعت معاهم شويه هدايا، ومن ضمن الهدايا دي كانت ساعه مائيه، والساعه دي طولها 4 متر، وشارلمان انبهر بيها فحطها في اكبر قاعه عنده في القصر، وكان بيتفشخر بيها قدام الناس، لان الساعه دي يا سيدي كانت شغاله بقوه دفع الماء، وفي كل ساعه كان بيسقط منها كوره على قاعده نحاسيه بتعمل صوت حلو، والكور دي كانت بتسقط او بتنزل على القاعده النحاسيه على حسب الساعات. يعني مثلا لو الساعه 1 بتنزل كره واحده، ولو الساعه 4 بينزلوا 4 كور، وهكذا. بس كده هو ده الابداع اللي في الساعه دي؟ لا، استنى شويه. الساعه دي يا سيدي فيها 12 باب، ومن كل باب كان بيطلع فارس على حسب الساعه. يعني لو الساعه 2 بيطلعوا 2 فرسان بيلفوا حوالين الساعه ويرجعوا تاني لمكانهم، ولو الساعه 12 بيطلعوا 12 فارس بيلفوا حوالين الساعه ويرجعوا تاني لمكانهم برضه. فملك فرنسا وحاشيته والرهبان بتوعه كانوا منبهرين بالساعة وما كانوش عارفين هي بتشتغل ازاي، لدرجة ان الرهبان اقنعوا ملك فرنسا ان الساعة دي فيها شيطان وهو اللي بيحركها وبيشغلها بالدقة دي. جواك جن جواك. تقريبا كانوا فاكرين ان الفرسان اللي بتطلع من الساعة دول شياطين صغيرة وبتطلع لهم. المهم يا سيدي عشان يعرفوا لغز الساعة دي، الملك والعساكر بتوعه جم كسروا الساعة عشان يعرفوا هي بتشتغل ازاي وايه اللي جواها، وفي النهاية لا هم عرفوا هي بتشتغل ازاي ولا عرفوا رجعوها زي ما كانت في الاول. شارليمان ندم وحزن على الساعة، فجاب كل المهندسين وكل العلماء اللي عنده عشان يصلحوا الساعة ويرجعوها زي ما كانت في الاول، ولكن كلهم فشلوا ان هم رجعوها زي ما كانت. فالحاشية بتاعته اقترحوا عليه ان هو يبعت لهارون الرشيد ويطلب منه ان هو يبعت اي حد عشان يصلح الساعة، لكن شارليمان ملك فرنسا رفض، وسبب رفضه ان هو كان مكسوف اصلا من هارون الرشيد. هيقول له ايه؟ هيقول له الساعة اللي انت بعتها لي هدية كسرناها عشان نعرف هي شغالة ازاي، وكمان العلماء بتاعتنا ما عرفوش اصلا يصلحوها ولا يرجعوها زي ما كانت في الاول. وهي دي قصة يا سيدي ساعة هارون الرشيد اللي اتكلم عليها عصام الشوالي. احنا العرب، احنا اهل الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم. واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد.